تعالوا نعمل مع بعض جلاش رول باللحمه المفرومه وحشوه ميكس سوسيس والزيتون والجبن. تحفه بجد، طريقه سهله جدا وجميله جدا هتعجبكم. شايفين الجلاش هش وطري وجميل ازاي؟ وهنطلع منه كمان حاجه حلوه. تعالوا نشوف طريقتنا. معايا هنا هنجهز معانا كوبايه زبادي، هنربها كويس جدا، هنضيف عليها بيضايه ورشه فلفل اسود، وهنضيف كوبايه لبن وهنربهم كويس جدا، وهنضيف معلقه ونص دقيق وعليهم ملح وفلفل اسود، رشه ملح ورشه فلفل اسود. هندوبهم كويس جدا، وهنضيف عليهم معلقتين سمنه ومعلقتين زيت. الخليط ده كله هنربه كويس جدا عشان ده اللي هنسقي بيه الجلاش. تعالوا بقى نشوف هنعمل الجلاش بتاعنا ازاي. معايا هنا لحمه مفرومه متعصجه عادي خالص، وعليها قطع فلفل رومي قطع صغيره. طبعا الصاج بتاعنا هو اللي هنرص فيه الجلاش. فاول حاجه هندهنه كويس جدا، ندهنه كويس جدا بالسمنه. هنجيب بقى لفه الجلاش بتاعتنا زي ما احنا شايفين، هنقسمها نصين عشان يبقى سهل علينا في اللف. طبعا الجلاش بنغطيه بفوطه عشان ما ينشفش معانا، عشان هو بينشف بسرعه. زي ما احنا شايفين جبت ورقتين جلاش، هندهن من الخليط اللي احنا عاملينه، وهنحط الحشوه وهنلفها اول زي ما احنا شايفين، وهنرص في الصاج بالشكل ده. نعمل مع بعض واحده كمان. هنجيب ورقتين على بعض وهنسقيهم بالميكس ده، وهنحشيها باللحمه زي ما احنا شايفين. اهم حاجه نفرد اللحمه كويس ونلفها رول. اهم حاجه نلف الرول كويس جدا عشان ما يفكش مننا. وطبعا نسقي بالميكس اللي احنا عاملينه، بس ما نبوش الجلاش عشان خاطر ما يطراش ويفك معانا ما نعرفش نشيله. هنخلص بقى الكميه اللي معايا كلها زي ما احنا شايفين، مليت الصاج زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا الصاج دول لفتين جلاش عشان يملى الصاج. تعالوا بقى معانا ميكس هنا سلامي مدخن وزيتون اسود وفلفل رومي وميكس جبن، خلطتهم مع بعض كده زي ما احنا شايفين. وهنلف الجلاش زي ما احنا شايفين. دي حشوة تانية برضو طعمها جميل ولذيذ جدا. يعني قدامنا اختيارين، ممكن نلفه باللحمة المفرومة وممكن نلفه بميكس السلامي والزيتون والجبن. زي ما احنا شايفين مليت الصاج كله. نبدأ بقى هقطعه، قطعت كل نص على 3 قطع زي ما احنا شايفين. طبعا بقى باقي الخليط اللي معانا اللي كنا بنسقي بيه الجلاش وندهنه بيه، هندهن بيه الجلاش كله والوش. اهم حاجه ان احنا نسقي الجلاش كويس جدا وكله يتشرب من الخليط ده. انا بقى معايا نص لفه جلاش، نص اللفه، يعني انا عملت لفتين في جزء بقى منها. تعالوا بقى نعمل بيه حاجه حلوه سهله وبسيطه. تعالوا نلفهم رول كده زي ما احنا شايفين. دي هما طبقات على بعض ولفتها رول، قسمتها ولفتها رول وقطعتها. نعملها زي البقلاوه الصغننه، جميله جدا وسهله وبسيطه. ونحطها في صينيه ولا هندهنها ولا اي حاجه. هنضيف عليها معلقتين سمنه كبار مسيحينهم، هنرشهم عليهم وهتبقى زي البقلاوه. شكلها جميل جدا ولذيذ وصغيره، وعملت لهم حاجه حلوه. تعالوا الصاج بتاعنا بعد ما طلع بجد تحفه، جميل جدا وطري. والحلو كمان بعد ما طلع سقناه بالشربات، جميل جدا وسهل وبسيط. اهو بعد ما قطعته بصوا جميل جدا وسهل وبسيط وينفع في العزومات. شايفين جمال الحشوه؟ بجد جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. ولو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده. مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.